مجرد انه شاف امه مش موجوده، الولد قفل على نفسه، بطل يتكلم مع اي حد ورفض يروح المدرسه. ابوه الغني ما كانش قدامه حل غير انه يجيب له مدرسين خصوصيين، لكن كل مدرس ما كانش بيقعد غير 3 دقايق ويتطرد، لحد ما اتعرف على المربيه الطيبه آني، واللي خلت قلبه يحس بدفى الام اللي مفتقده. لكن لما الراجل الغني عرف ان آني عندها مشاكل، طردها بره وما سمحش لها تقرب من ابنه تاني. بعد فتره الجده جابت اكل لحفيدها، لكن ما لقيتوش في اوضته. قلبت القصر كله وما لقيتوش، حتى الخدم قالوا انهم ما شافوش. الجده اتخضت واتصلت بسرعه بابنها. الراجل الغني اول ما سمع ان ابنه مختفي اتجمد مكانه، ساب صفقه بمليار دولار وجرى على البيت، متخيل ان ابنه يمكن يكون مستخبي. امه مسكته وقالت احنا دورنا في كل ركن في القصر كذا مره. رجعوا الكاميرات واكتشفوا ان الولد خرج يجري بره. في اللحظه دي الراجل الغني بقى مش عارف يعمل ايه، ركب عربيته ولف الشوارع والحواري يدور عليه. في الاخر طلع الولد كان عند آني، وبما ان ابوه منعها تيجي البيت خد موبايل جدته واتصل بيها من وراه. آني أول ما ردت قالت له يستناه في مكانه. ما كنتش متخيلة إنه متعلق بيها للدرجة دي. أول ما شافها جري وحضنها بقوة. بالنسبة له آني كانت كل الصفات اللي نفسه يشوفها في أم، جنبها بس كان بيحس بالراحة والدفى وما كانش عايز يسيبها لحظة.